بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم تعلم السوفت وير. كنا اشتغلنا في سلسلة دي اف تي برو وقطعنا فيها شوط كويس يعني. احنا ما زلنا برضو في البدايات زي ما اتفقنا. احنا يا دوبك بنتعرف على البرنامج يقدر يعمل ايه عن طريق شرح شريط القوائم بتاعته. لكن بعد كده احنا هنجيب اجهزة وهنشتغل باحترافية على كل الاوامر الموجودة. طيب دلوقتي اول حاجة اقدر اعملها، فهنفتح كده مع بعض الدي اف تي ونشوف احنا كنا واقفين لحد فين. شرحنا هنا لحد الميديا تك. هيبدأ نكمل من بعد كده من عند قائمة سامسونج. طيب لو جينا هنكبر كده عشان نشوف كل حاجة كويس. لو جينا فتحنا سامسونج هنلاقي ده التبويب الأساسي، اخترنا منه سامسونج. تحتيه في تبويب فرعي، عندي 4 أو 5 حاجات. تعال نتكلم عن حاجة حاجة. اول حاجه مكتوب هنا اف ار بي تول. افهم من كده ان من هنا اقدر اتخطى حساب جوجل، وطبعا هي بتختلف من جهاز لجهاز احنا عارفين وحسب حمايه الجهاز. طب تعالى نفتحها ونكتشف كده اللي جواها. طب هنا مكتوب اف ار بي وهنا مكتوب انفو اند ريبوت. طب خلينا في الاف ار بي نشرح الحاجات دي. اول حاجه هنا مكتوب ريسيت اف ار بي اي دي بي. اي دي بي اللي هو وضع تصحيح الاخطاء، يعني الجهاز اللي مع سيادتك متفعل عليه وضع تصحيح الاخطاء. وده نادرا ما هيحصل طبعا بعد ما تفرمت الجهاز، مش هتلاقي وضع تصحيح الاخطاء متفعل. بس هو لو كان متفعل اقدر بسهوله ان انا اشيل الاف ار بي من هنا، ريسيت اف ار بي. طبعا ده حتى على ادوات مجانيه، يعني انت لو معاك اداه مجانيه ومفعل وضع الاي دي بي انت كده خلاص باشا يعني. طيب الوضع التاني اللي هو ريسيت اف ار بي ام تي بي، اللي هو عن طريق ان انا بعمل انيبل للاي دي بي. افكرك بيه اللي انت بتعمله زمان. فاكر لما كان بيجيلك جهاز حمايته قبل 30/6/2023 كنت بتعمل ايه سيادتك؟ كنت بتفتح الجهاز على مرحبا وتدوس نجمة شباك 0 نجمة شباك نجمة شباك 0 نجمة شباك. كان بيظهر لك وضع التيست مود ده لو انت خدت بالك، وكان من خلال الوضع ده بيفعل الاي دي بي ويشيل الاف ار بي. طبعا دي في الاجهزة القديمة زي ما اتفقنا قبل 30، حمايتها قبل 30/6. لو كان صعب عليا تفعيل اي دي بي في جهاز من دول، يعني كنت بستخدم الخيار اللي بعد كده اللي هو الكيو ار كود. افكر سيادتك برضو كنت بتعمل ايه؟ الجهاز واقف على مرحبا وحمايته قبل 30/6/2023 بقى كده الحته دي. كنت بتتك 3 تكات او 4 تكات كده على الشاشه فبيظهر كيو ار كود، بتمشي معاه بقى تصور الكيو ار كود اللي هيظهر لك لما تدوس على الاختيار ده وتمشي معاه لحد ما يفعل وضع اي دي بي. مجرد ما فعل وضع اي دي بي خلاص بيشيل اف ار بي. طيب الاختيار اللي بعد كده اللي هو اوبن يوتيوب. ده بعمل بيه بقى فاكرين بقى انتوا الثغرات القديمه لما كنا بنفتح اليوتيوب ونخش على حساب جوجل ونخش على قصدي نخش على الكروم من يوتيوب. نفتح كروم ونخش بقى نشوف كده اي موقع زي مثلا فين روم. نعمل مثلا نخش منه في السيتنج ونعمل نخش بالسيتنج مثلا على عمل رمز للشاشة. نعمل رمز وبعدين نرجع نمشي خطوات لحد ما يجيلنا الرمز فندوس نعمله زي ما كنا حافظينه فيفتح معانا الجهاز. طبعا الأجهزة دي خلاص بقى، الحمايات دي خلاص، كل سنة وانتم طيبين يعني. بس لو قابلك جهاز قديم صاحبه مش محدثه أو أي حاجة ممكن يشتغل بالثغرات. طبعا هنا نفس الكلام، بتفتح جوجل ماب بتخش منها على الكروم. طيب هنا ممكن اعمل ريسيت اف ار بي اللي بعد كده دي من وضع الداونلود مود. بس خد بالك ده في الاولد موديلز، يعني في الموديلات القديمه، الموديلات القديمه قوي تقدر تدخل وضع الداونلود مود وتجرب الايه الاختيار ده. طبعا كان اخر حاجه وصلتنا ان احنا نعمل ريسيت اف ار بي في وضع الام تي بي الاندرويد 16. بس مش اي اندرويد 16، يعني سيادتك لو الجهاز بتاعك متحدث من 15 ل 16، يعني اول حاجه في 16 هتقدر تستخدم دي بسهوله. يعني ممكن نقول تحديث شهر 10 2025، شهر 10 2025 اول اندرويد 16. لكن لو هو اتحدث من اندرويد 16 من شهر 10
شهر 12 لا مش هينفع معاك. يعني لو علي الا لو انت قدرت ترجعه لو نفس الحمايه، وغالبا مش هيبقى نفس الحمايه. فاحنا بنتكلم ان انت لو عندك جهاز 15 ممكن ترفعه ل 16، اول حمايه في 16 باكد تاني، اول حمايه في 16، وتقدر من خلال وضع الام تي بي ان انت يا دوبك توصل الجهاز بس واي فاي وتدوس الاختيار ده، هيبدا يفعل وضع الاي دي بي ويبدا يشيل الاف ار بي. طب كده احنا خلصنا من القائمه دي. بدل احنا في قائمه الاف ار بي، طب خلينا نكمل الحته دي. عندي هنا ريسيت اف ار بي سكرين لوك، يعني اقدر اعمل مسح حساب الاف ار بي، او اقدر اعمل سكرين لوك، اشيل سكرين لوك. طبعا عشان ده بص بيقول لك بياكد عليك ان يعني حاجات قديمه قوي، يعني دي الحاجات المتاحه. ايه 710 اف حمايه 2، لو انت جيت كده بصيت على القايمه هتلاقي ايه 810 حمايه 1. طبعا الاجهزه دي ما فيش حمايات دي دلوقتي. وهكذا انت ممكن تبص كده. المهم لو انت عندك جهاز من دول وحمايته زي الحمايه الموجوده دي، هتعمل ايه سيادتك بقى لو عايز تشيل اف ار بي؟ منتهى البساطه كده، هنختار اي جهاز، وليكن انا معايا ايه 510 قديم قوي ده، وحمايه 8، والاندرويد بتاعه 7. اندرويد 7، انت متخيل؟ اندرويد 7 هنا يو 3 ده اندرويد 8. انا بتتكلم في اندرويد قديم قوي. المهم لو جالك جهاز من دول، اختار الجهاز. بعد ما تختار الجهاز وتتاكد ان هو نفس الحمايه، حمايه 2 واندرويد 7، وانت هتختار ريسيت اف ار بي مثلا هتدوس ستارت كده. تعال شوف كده هيكتب لي ايه هنا على الجنب لما ادوس ستارت. قال لي سيرشنج سامسونج اودن، معنى كده ان انت مش مدخل الجهاز في وضع الاودن اللي هو وضع الداونلود مود. انت لو مدخل الجهاز في وضع الداونلود مود، هو اوتوماتيك بيحمل ملف البرنامج من عنده من السيرفر بتاعه وبيخش يشيل الاف ار بي لو حمايته كده. لو انت عايز بقى تشيل النمط بس او الباسورد بتاع الشاشه، متاح برضو في الحمايات دي. في الحمايات دي بس، وهتجرب على حاجه تانية. يعني لو يو 3 وجربت عليها الجهاز هيقف، دي يو 2. هتدوس سيادتك ستارت كده، هيقول لك ايه برضو نفس الكلام. ماشي، يعني هيحمل ملف ويخش ايه يفلشه في وضع الداونلود مود. يعني حضرتك بتدخل الجهاز وضع الداونلود مود. لو اخترنا جهاز تاني مثلا زي ده، اخترنا ريسيت هنا برضو نفس الكلام اهو. بتدوس ستارت، بيقول لك انا بحمل الملف اهو، داونلودنج فايل. هو بالفعل حمل الملف، داونلودنج فايل دان، بالفعل حمل الملف، بس ما لقاش الجهاز في وضع الاودن. انا مش موصل حاجه، ما لقاش الجهاز في وضع الداونلود مود. كده يبقى احنا شرحنا كل القائمه دي. نيجي بقى للقائمه اللي بعديها اللي هي ريد انفو. طبعا انت مش محتاج ريد انفو، انت ممكن تجيب ريد انفو من الريكفري يعني. هنا بيقول لك ريد انفو اي دي بي، لو الجهاز شغال في وضع اي دي بي اقدر اعمل لك ريد انفو. اقدر اعمل لك ريبوت سيستم، اعمل لك اعاده تشغيل. اقدر ادخله لك ريكفري لو الجهاز في وضع الاي دي بي وانت مش عارف تدخله ريكفري، يعني مفعل خيارات اي دي بي. اقدر ادخله لك داونلود مود لو انت مفعل اي دي بي، واقدر برضو ادخله لك داونلود مود في وضع الام تي بي. الام تي بي اللي هو الوضع العادي اللي هو فيه على مرحبا ده، اقدر ادخله داونلود مود زيه زي انلك تول برضو، تعمل نفس الحاجات دي. طيب هنا هو كاتب لي في القائمه هنا ميديا تك، يبقى هنا هو بيقصد اجهزه سامسونج من تحت فرع سامسونج، اجهزه سامسونج الميديا تك. ما تجيش بقى انت تطبق الحاجات دي على كوالكم، ما تجيش تطبقها على اكزينوس، مش هتمشي. طيب هنا عندك ريسيت اف ار بي ميديا تك 2023. احنا عارفين الاجهزه اللي حمايتها من 30/6 لحد كده، يعني 1/10/2023. لو كان الجهاز ميديا تك، زي مثلا لو عندك جهاز اي 137 اف اي 13 يو 3، حمايته يو 3، هتلاقيه في التاريخ ده. كل الاجهزه اللي في التاريخ ده الميديا تك اقدر ان انا ادخلها وضع الداونلود مود، ومن وضع الداونلود مود اقدر اشيل الاف ار بي. لو حمايته زادت مش هينفع، يعني انت في التاريخ ده كده شوف كده الحمايه بتاعتك مدعومه او لا. على العموم هو مش هيأثر معاك لو انت حتى كانت حمايته عاليه اعلى من كده، لو انت جربته وفشلت مش هيأثر معاك في الجهاز هيفتح طبيعي. بس اتاكد برضو ان انت لما تخش الداونلود مود ان في حمايه احنا قلنا قبل كده اللي هي اسمها سيج سي تي ار اي ال، قدامها واحد مش قدامها زيرو. لان لو قدامها زيرو اللي هي سي تي ار ال
حمايه السي تي ار ال دي لو قدامها زيرو ممكن الجهاز ممكن يخش بروم، وضع البروم ما يطلعش منه تاني. عشان كده هو هتلاقي تحت كده حاطط لك حاجه ايه اكزايت بروم، يعني ممكن اطلعه لك بس ساعات بتنفع وساعات ما بتنفعش. فاتاكد برضو ان الحمايه قدامك واحد مش زيرو في السي تي ار اي ال اللي هي هتلاقيها في وضع الداونلود مود. طبعا هنا في اختيارات تانية، ادخله بروم بالعافيه وبلاش منه، او اطلعه من بروم. طبعا لو دخل مني غصب عني هجرب الخيار ده. كده انا شرحت كل القايمه دي في سامسونج. تمام. طيب نكمل مع بعض. لو دخلنا على التاب التاني تحت سامسونج، التاب التاني اللي هو سكيورتي تولز، تعال نشوف هنا ايه اللي اقدر اعمله. عندي حاجتين متقسمين. اول حاجه مكتوب هنا اكسترا، مكتوب بقى ايه يا سيدي؟ ريسيت سكرين لوك، يعني اقدر اعمل سكرين، اشيل سكرين لوك. طيب ده بيقول لك في حاله الاي دي بي، يعني الجهاز بتفعل له اي دي بي، يعني انت واخد بالك في الحاله دي اقدر اشيل سكرين لوك. طيب بوصله في وضع الاي دي بي عادي، يعني الجهاز شغال طبيعي، وانا عايز اشيل سكرين لوك، برغم ان هو لو شغال طبيعي طب انا ممكن اخش اعمل السكرين لوك ده اشيل السكرين لوك من السيتنج، من الاعدادات. بس ساعات بيطلب منك السكرين لوك القديم ممكن ما تكونش عارفه، فتنفع الخاصيه دي يعني. بس هي مش مستعمله قوي. دي مستعمله قوي، اللي هي ساعات بيجيلك اجهزه من بره بس ما فيهاش اللغه العربيه، وتدور عليها ما تلاقيهاش حتى عشان تحملها. فده بنعمل enable all language، يعني بنعمل تمكين لكل اللغات. ده عن طريق ان الجهاز يكون في وضع الاي دي بي وعليه روت، يعني انت محتاج تعمل روت للجهاز الاول، وهنعرف نعمل روت للجهاز ازاي قدام شويه. طيب هنا ريسيت ديفولت اي اف اس اول سامسونج. هنا مسح قطاع الشبكه، بقدر امسح قطاع الشبكه عشان اصفر ايميلات، عشان اقدر اكتب ايميلات جديده. وما انصحكش بيها دي الا لو انت عندك نسخه باك اب من ملفات الشبكه اساسا، واخدها بشميره او باي حاجه تانية عشان تعرف ترجعها بشميره برضو لو حصل مشكله. وعلى العموم الخيار ده في الشميره مدعوم برضو، بس مدعوم باحسن، هو بياخد باك اب الاول من خيارات من ملفات الشبكه يعني. لما نعمل اصلاح اصلاح للايميهات يعني. هو بيني وبينك انا لما بصلح ايميهات ما بصلحهاش على اي اف تي، سامسونج بالذات يعني. هتصلح ايميهات لسامسونج خليك في الشميره. طيب هنا برضو ريسيت سكيورتي، بعض الحاجات اعمل اعاده ضبط لبعض الحاجات، من ضمنها ريسيت ري اكتيفيشن. ايه بقى ريسيت ري اكتيفيشن دي؟ ده ساعات كده سيادتك بتعمل فورمات للجهاز، بعد ما تعمل فورمات للجهاز بيطلب منك حساب سامسونج اكونت. فانا ساعتها الجهاز بيكون مقفول بحمايه اسمها ار ام ام ستيت، ار ام ام ستيت. ففي الحاله دي هي الحمايه دي مش موجوده قوي، بس برضو يعني لو قفل معاك سامسونج اكونت ممكن انت تستخدم ده عشان تشيل حساب السامسونج اكونت. طب هنا برضو ار ام ام نفس ال، بص كده خدت بالك ار ام ام، ار ام ام نفس الحمايه، بس انا ساعتها الجهاز عليه اي دي بي، يعني متفعل له اي دي بي وعليه روت، اقدر اقفل الحمايه دي، يعني اقدر اقفل الحمايه بتاعتي. يعني دي تعتبر فك القفل الحمايه. ار ام ام دي اختصار لكلمه ريموت مانجمنت موديل، بستخدمها امتى؟ الحمايه دي بتمنع ان انا اركب ريكفري معدل، يعني لو عايز اركب ريكفري معدل بتمنعني، فانا اقدر اوقفها. هتلاقيها موجوده في الداونلود مود كده قدامها كلمه بري نورمال ستيت، حالتها بري نورمال. فانا بوقفها عشان اقدر اعمل روت للجهاز، او افلش ريكفري معدل زي تي دبليو ار بي. طبعا لازم اكون مصحح الاخطاء، مصحح وضع تصحيح الاخطاء عشان اقدر اشيل الحمايه دي. طيب دول مش بنستخدمهم قوي. اللي بعديها هي المهمه بقى، ان انت ساعات بتعمل اصلاح للايميل. بعد ما عملت اصلاح للايميل الجهاز فانت خايف الجهاز يرجع يتعمل له تحديث، فبنعمل ديسابل ابديت، بنقفل التحديثات من هنا. او لو الجهاز انت مفعل عليه اي دي بي وعليه حمايه نوكس،
اقدر ان انا اشيل الحمايه هنا للاجهزه القديمه. خد بالك من النوكس بتاع الاجهزه القديمه، يعني ما تجربش على مثلا ده على تابلت المدرسه يعني. فيكس ديمو ان نتورك. ده معناه ساعات بتيجي اجهزه كده بتتحط في الفاترين عند التجار، بتبقى مش شغاله شبكه، يعني عرض بس، يعني لا شغال شبكه ولا بتاع يعني، بس شغال بقيه الحاجات خد بالك، بس مش شغال شبكه. اقدر اعمل اشغله بشبكه عن طريق اعمل ايه؟ فيكس دي نتورك. برضو مش لكل الحمايات ومش لكل الاجهزه. اخر حاجه هنا اللي هو تشينج سي اس سي، تغيير اللغه. ساعات بيجي لك جهاز من بره اوروبي ما بيسجلش مكالمات، وانت عايز تخليه يسجل مكالمات، فبتحول ده بتعمل تشينج للسي اس سي من دوله اوروبيه مثلا او لدوله مصر مثلا. في الحاله دي بعمل تغيير التشينج سي اس سي عشان يظهر لي تسجيل المكالمات. نكمل. هنخش على كده على الفيفو. عندك الفيفو مقسوم اتنين، اما ميديا تك او اي دي ال. ما انصحكش بالميديا تك بامانه كده. الفيفو بقت حمايته زي الزفت بامانه بجد يعني. حتى الاجهزه القديمه بتاعته ما بقتش بتيجي ولا تيست بوينت ولا اي حاجه. ومعظم اجهزه الفيفو بقت عن طريق السيرفر، والسيرفر يعني ساعه شغال و20 يوم لا. المهم لو جالك جهاز قديم وحمايته قديمه، انت عندك هنا هتلاقي في كذا تايب: تايب 1، تايب 2، تايب 3. بتجرب التلاته. انت بتجرب في قبل ما تعمل اي حاجه، بتجرب في الريد انفورميشن، تعمل قرايه مع قرايه للجهاز. لو انت جربت تعمل ريد انفورميشن، هتدوس ستارت كده وتثبت التعليق والتوطية وتركب ايدك، وتثبت التعليق والتوطية وتركب الكابل، وتشوف الجهاز هيقرا معاك ولا لا. لو الجهاز بوت معاك في الريد انفورميشن وقرا ريد انفورميشن، هيمشي معاك كل حاجه بعد كده. لو ما قراش معاك في ريد انفورميشن، جرب تايب 2، جرب تايب 3 لحد ما يقرا. وعلى التايب اللي هيقرا عليه هتكمل بقيه الحاجات. بقيه الحاجات دي يعني مثلا لو عايز تعمل ايمي ريبير، يبقى انت عشان تصلح الايمي هيكون الجهاز بوت بقى الحاجه من الثلاثه. ولو الجهاز قديم بقى، هتختار من هنا كده عشان توافق انك هتحط الايميلات الاصليه، وتبدا انك تحط الايميلات بتاعتك كالعاده بقى، وادي تتعلم على ريبير ايمي وتدوس ستارت. طيب قبل ما تعمل ريبير ايمي زي ما علمتك بقى، هتاخد باك اب للان في رام الاول، تاخد نسخه احتياطيه من ملفات الشبكه تخليها معاك، عشان لا قدر الله لو حصل حاجه نعمل ريستور نرجعها تاني. او ساعات لما نيجي نكتب الايمي ما كتبش معانا، فناخده باك اب برضو اكيد، ونعمل وايب، نمسح ملفات الشبكه اساسا عشان الايميل كتب بطريقه مظبوطه، ونشتغل عادي بعد كده. او نصلح في وضع الميتا، وده الافضل. الايميلات بتبقى اكثر ثباتا، فانا بحوله ميتا مود، ان انا بطفي الجهاز خالص واوصل الكابل من غير ما ادوس على حاجه، يخش وضع الميتا مود. بعد ما اخش وضع الميتا مود على اساس ان هو بقى جهاز ميديا تك، ارجع بقى لقائمه الميديا تك واختار ميتا مود وصلح الايميلات بتاعتك. ماشي. طيب ساعات يخش بروم ما يطلعش منه تاني، يبقى هنجرب اكزايت بروم. هنوصل تعليق وتوطية ونركب الكابل وهو في وضع البروم. لو محتاج اعمل له روت، هنا روت نيو عندي القائمة دي. في بقى اللي هي ملفات، اللي هي الاجهزة اللي بتيجي من بره بتبقى مقفولة، اللي هي الشبكات بتاعتها ما بتشتغلش في مصر، فبعمل ريد الاول، اخد نسخة من الملفات اللي على الجهاز، وبعدين بعمل اريز، وبعدين بجيب ملفات من حلب تك او بتاع تمشي معانا وبعمل لها رايت. طب ايه فايده الريد؟ عشان لا قدر الله لو الملفات اللي انا جبتها من الموقع ما اشتغلتش معايا، اكتب ملفاتي الموجوده، ما انا واخد منها نسخه ريد اهي، ارجع الجهاز لوضعه الطبيعي. آه إيه هنا طبعا اف ار بي، خلاص حفظناه. لو الجهاز مقفول كي جي عليه اقساط، هيمشي معاك هنا تعليق وتوطية وتركب الكابل. بس خد بالك، او تيست بوينت برضه لو مش هيقرا معاك، لازم يقرا على حاجه من دول. لو ما قراش على حاجه من دول مش هتعمل، ما تجيش جنبه، خلاص سيبه. بجد والله زي ما بكلمك، اصل اجهزه الفيفو دي اجهزه ممله وانت اكيد بتشوفها يعني.
اكيد بتجيلك كتير. طبعا الباقي انتوا عارفينه، فاكتوري ريسيت، وافتح بوتلودر واقفل بوتلودر من هنا، انلوك انلوك بوتلودر، وهنا ريلوك اعاده قفل. وانا مش محتاج البتول غير لما باجي اعمل روت. وما انصحكش في الفيفو، ساعات يظهر كده رساله يقول لك ايمج، دي ال ايمج على الشاشه كده. بتجرب الاختيار ده، غالبا بينفع معاك عشان يصلح لك العيب ده. هنا لو عايز تمسح ملف معين او تحط ملف معين، وما انصحكش بيها طبعا، دول قلناهم. طبعا ساعات يقف معاك على الريكفري بعد تغيير ايمي، بتجرب باتش في بي ام ميتا، ما جاش معاك وفضل واقف على الريكفري، بتجرب سيت سلوت، بتغير ملفات الاقلاع من ال بي او من بي لاي. انت عندك حالتين لجهاز، ممكن يخلع من ايه او من يخلع من بي، فانت بتجرب دي، غالبا بتنفع معاك، وبتنفع في الشاومي اكتر كمان. ده بالنسبه للفيفو، الفيفو ميديا تك. بالنسبه للكوالكم، الكوالكم غالبا بيجي بقى كويس وشغال معاه زي الفل. تيست بوينت بيعمل اريز اف ار بي، وبيعمل اريز يوزر داتا، يعني مفيش اي مشاكل عندك. تختار الموديل بتاعك لو مدعوم من هنا من الموديلات الموجوده، ما تجربش على موديلات غير الموديلات الموجوده دي بس. لو معاك موديل من دول مفيش اي مشاكل، تيست بوينت وهيجي معاك زي الفل. طيب بالنسبه لواجهه الانيسونيك، اللي هي واجهه السبريد، من الواجهات الجامده عندنا في شاومي قوي. في بتاع ده، في الدي اف تي برو، واجهه الانيسونيك. عندك هتلاقي هنا ثلاث اجزاء. هنا وضع الدياج، وده اكتر وضع بستخدمه خصوصا في تغيير الايميهات. بعلم هنا طبعا كالعاده، اوافق على الاتفاقيه ان انا هغير الايميهات اصليه، وبدوس هنا موافق، واحط الايميهات بتاعتي بعدلها. تمام. اول حاجه طبعا انت بتطفي الجهاز خالص، بدل معالج سبريد، تطفي الجهاز خالص، وتبدا تدوس ريد انفو، وتوصل الكابل من غير اي حاجه، من غير ما تدوس اي حاجه كده، وتوصل الكابل من غير ما تدوس اي حاجه، كونكت باورد اوف بس وهو مطفي. بعد كده نقفل دي بس الاول ونكمل. تاني حاجه بقى، ودي اهم حاجه عندي، اللي هي سويتش دياج. برضو بطفي الموبايل، وادوس سويتش دياج واركب الكابل من غير ما ادوس على اي حاجه. بيحولني وضع الدياج اللي اقدر اكتب فيه الايميهات بقى. فبنزل تحت اقول ادوس ستارت ريبير دياج، يعني بعد سويتش دياج دخل وضع الدياج وقال لي تمام دخل وضع الدياج، ادوس ستارت ريبير دياج. وغالبا بتنجح في معظم الاجهزه انه يصلح لي الاثنين ايمي كمان في وضع الدياج. الباقي انتوا عارفينه، انا مش هطول عليكم. فاكتوري ريسيت، ضبط مصنع، ريبوت ريكفري، دخلوا لك ريكفري، ريبوت داونلود، ريموف انتي كراك. اقول لك بقى في حته الانتي كراك دي عشان مهمه. وانت بتصلح الايميلات لجهاز فينيكس او ايتل او تكنو، لو الجهاز حديث مش قديم، انصحك صلح الايمي التاني بس، لانك لو صلحت الاتنين ايمي، الجهاز هيكتشف ان انت غيرت الايمي الاولاني، ويدخلوك وضع اسمه وضع الانتي كراك. هتلاقي كتاب الاحمر كده ظهرت على الشاشه، وتفلش ما تفلش مش هيخرج من انتي كراك. فكان زمان بنخرجه بريموف انتي كراك من هنا، الخاصيه دي شغاله كويس. حاليا الحمايات عليت، ومش بيخش مش بنقدر نطلعه من الانتي كراك الا عن طريق السيرفر، وغالي، ومش متوفر في اوقات كتير، فانا انصحك في برنامج حتى انت ممكن تنزله عندك يكشف لك عليه انتي كراك ولا لا، اللي هو البرنامج اللي انا هوريك شكله ده دلوقتي، اللي هو ده، اللي هو انتي كراك ده. البرنامج ده انت بتحمله عندك، بتفعل وضع تصحيح الاخطاء، وتوصل الجهاز، وتدوس ستارت، بيقرا لك يقول لك صلح الايميل الاولاني ولا لا. لو قال لك لا، ما تعاندش انت وتصلحه، يعني خليك عاقل وامشي ورا كلامه، برغم ان هو ساعات كلامه بيطلع غلط بيني وبينك. يعني ممكن تصلح الاتنين ايميل والدنيا تمشي، بس انت خليك في الامان، الزبون مش هيرحمك. خلينا صراحه مع بعض. فانت صلح الايميل التاني، لو الجهاز حديث غالبا هيبقى عليه انتي كراك، حمايه الانتي كراك دي. كمان لو انت حاولت تفلش اصدار اقل من الاصدار اللي عليه، انت واخد بالك، هيخش برضه في موضوع الانتي كراك.
فخد بالك من الاجهزه انفينكس تكنو ايتل، الاجهزه دي ركز فيها شويه وانت بتصلح الايميلات. نرجع نكمل. آه طبعا رايت سيرشال داتا دي خاصيه خاصه كده بنقول عليها مثلا اللي هي، افهمها لك ازاي ثواني. يعني عشان افهمها لك صح كده اقدر اقول لك ان انت ساعات الجهاز بتاعك تيجي بعد تفليش او حاجه تلاقي السيريال سقط منك، الايمي مكتوب قدامه ان يو ال ال او انون. الجهاز يقعد يراستر عشان فقد ملفات ان في بتاعت بقيتي سليمه، ان في بتاعت الشبكه. فانا بعمل ايه بقى؟ بجيب جهاز زيه بالظبط نفس الموديل نفس كل حاجه واسحب منه ملف اسمه سيرشال داتا. بس هنا للاسف البرنامج هنا مش بيدعم السحب لكن بيدعم الكتابه. فانا ممكن اجيب مثلا الملف ده من على سيرفر زي سيرفر حلب تك او سيرفر عرب انلوج مطابق للجهاز تماما، يكون مطابق لنفس الموديل ونفس الاصدار ونفس الحمايه وكل حاجه، واخد الملف ده احطه هنا اعمل رايت. يعني مجرد ما ادوس عليه هيطلب هيدخلني ان انا ادور عليه. يعني بص ادوس كده رايت عشان دوست رايت انا هنا. فهو دلوقتي ايه؟ اول حاجه عايز يوصل جهاز سبريد، بعد ما اوصل الجهاز سبريد وهو شغال هيجي فاتح لي قائمه كده يقول لي دخلني اخد الملف بقى. فانت اصلا بتكون محضر الملف تاخده عشان يبدا يكمل معاك العمليه دي. بتاخده من جهاز سليم مطابق، او بتاخده بتجيبه على طول مباشر من مواقع زي بتبيع ملفات زي حلب تك وعرب انلوك ودول اشهر موقعين بصراحه، يعني تلاقي فيهم كل حاجه. وفي مواقع تانية شغاله برضه بس دول يعني اشهر موقعين تقدر تاخد منهم ملفات وانت مطمن يعني الملفات دي سليمه وزي الفل. طيب كده خلصنا ال السبريد. هانت معلش تعبتكم معايا. احنا كنا بنشرح في القوائم الاساسيه خد بالك، ده انا حتى كمان السبريد دي ما شرحتش منها غير حاجه واحده اللي هي وضع الدقيقه، ده لسه هكمل. هنا بقى الخدمات. الخدمات دي سهله ما فيهاش مشاكل يعني. انت عارف معالج السبريد بتاعك، الجهاز في ايدك. لو مش عارف المعالج بتاعه بتخش تكتب الجهاز في جوجل وتكتب جنبيها كلمه سي بي يو تايب وتشوف المعالج بتاعك ايه بيظهر لك حاجه من دول. لو انت هتشتغل بالمعالج بتختار مثلا المعالج بتاع الجهاز اهو كي 606 مثلا، وتبدا عمليات بقى عاديه خالص. هتصلح ايميا مش عارف ايه، هيبقى اهم حاجه يبوت الجهاز معاك. ودول كده دول نفس اللي احنا شرحناهم قبل كده، هم مش اي تغيير. لو هتصلح ممكن تصلح برضو بالبراند، لو البراند موجود اختار البراند. مثلا هتصلح بس البراندات الموجوده براندات ضعيفه زي ما انت شايف 3 او 4 براندات، فيستحسن الاختيار بالسي بي يو. طبعا هتعمل ريد انفو الاول عشان تتاكد ان الجهاز بيبوت معاك وبيقرا تمام. بعد ما قرا تمام هتقدر تطبق بقيه الايه الحاجات دي مفيش اي مشاكل. يستحسن بعد ما تعمل اصلاح للايميهات طبعا هتدوس هنا عشان توافق كالعاده انك تصلح ايميهات اصليه، اكسبت وتكتب الاتنين ايمي بتوعك، تختار ريبير ايمي ريبير. وغالبا في السبريد بتوصل عن طريق زرار التوطية بس، يعني تثبت لك على التوطية والجهاز مطفي وتركب الجهاز. تقدر تعمل ريسيت اف ار بي بنفس الطريقة، فاكتور ريسيت. سيف فورمات ما انصحش بيها عشان ساعات سيف فورمات دي معناها يشيل لك الباسورد بتاع الشاشة ويسيب لك البيانات، وغالبا لما بيحصل كده الجهاز بيخش في وضع بطلوب يعني يفضل يراستر، فانت هتحتاج تفلشه ودخلت نفسك في شغلانه فبلاش منه. بارتيشن مانجر برضو بلاش منه، انت بتفلش ملف معين الا وانت محترف بقى بتفلش في ملف معين او بتشيل ملف معين. فلو انت عارف بتعمل ايه توكل على الله. طبعا دي قلنا عليها قبل كده. تفتح بوتلودر ماشي، تقفل بوتلودر لا. ليه؟ تفتح بوتلودر عشان تفلش روت، تيجي تقفل بوتلودر الجهاز يخش معاك وضع بتاع ده البوت لوب يعني يفضل يراستر. الحل انت فتحت بوتلودر. فتحت بوتلودر ليه؟ فتحت بوتلودر عشان اعمل روت. خلاص قبل سيادتك ما تقفل البوتلودر شيل الروت وبعدين اقفل البوتلودر. فتحت البوتلودر عشان تغير ايميهات مش عايز تغير غير والبوتلودر مفتوح. فانت في الحاله دي لا، في الحاله دي رجع الايميهات القديمه وبعدين اقفل البوتلودر، ما تقفلهاش على التغيير. المعالج هيحس باللي بيحصل فهيقفل لك الجهاز خالص.
ده كل الكلام ده احنا قلناه قبل كده. باتش سيرتي دي بستخدمها لو جالك رسالة غير مسجل على الشبكة بعد إصلاح الإيميلات، جالك رسالة غير مسجل على الشبكة وهي غالبا فاشلة في السبريد يعني، بس جرب. هي فاشلة في السبريد سامسونج، لكن ممكن تكون شغالة في الباقي يعني. طيب الفلاش بقى قائمة سهلة، بتختار المعالج، الجهاز اللي انت هتفلشه بالمعالج بس، وتجيب الفلاشة من حلب تك أو من أي مكان. بتدوس هنا بيقول لك خش وهات الفلاشة، بتخش تسحب الفلاشة بيجيبها لك هنا، تختارها تحطها. بعد ما حطيت الفلاشة بتاعتك هتقدر انك تدوس فلاش وتوصية مع الكابل وفلش يا سيدي، بس اتأكد انك بتفلش فلاشة صح للجهاز، مش فلاشة يعني يستحسن نفس الفلاشة او فلاشة اعلى. لو فلاشة اقدم ممكن يخش معاك في وضع انتي كراك زي ما قلت لك ويعمل لك مشاكل. الخيارين الفاضيين بقى دول يعني نادرا ما هتلاقيهم. يعني المعالج ده لوك شيب ده يعني هتلاقيه في التابلتات القديمة أوي، تابلت قديم بتاع وكلام من ريد انفو وريسيت اف ار بي وفاكتور ريسيت. بعضهم أكتر كمان على على الاي اف تي، هتلاقي اي اف تي مهتمية بالمعالج ده أوي مش عارف ليه. بس هو يعني الروك شيب ده يعني موجود، بيجي في الأجهزة الصيني كمان بمعنى أصح. جوجل بيكسل دي ما تحاولش بقى، دي محطوطة زينة كده، لا هتقدر تعمل أي حاجة في دول ليه بقى إلا لو جهاز قديم، لأنه كل الجوجل بيكسل عن طريق السيرفر. لكن تفتح بوتلودر تقفل بوتلودر، آه تعمل ريد انفو ماشي، يعني ممكن ريد انفو، لكن تفتح بوتلودر تقفل بوتلودر ما اعتقدش يعني في الاجهزه الحديثه. لكن انت لو بتتكلم اجهزه قديمه هتيجي معاك. ممكن تصلح ايميل برضو كالعاده، بتدوس موافق وهتلاقي الخيار اتفعل تحت كده، بتحط الايميلات بتاعتك هتلاقي الخيار اتفعل اهو. ممكن تصلح ايميلات لاجهزه قديمه جدا في الجوجل بيكسل. آه كده احنا شرحنا القوائم الاساسيه كلها واللي تحتيها الفرعيه من بتاعتها. كده احنا واقفين، نرجع بقى تاني لشاومي ونبدأ نشتغل حاجة حاجة. اوعدكم بس اول ما يجي جهاز يخش لي جهاز كده اقعد اتسلى فيه معاكم في الايه، في الشاومي كده، وناخدوا حاجة حاجة مع بعض على قد ما نقدر. آه مش عارف اقول لكم ايه. شكرا لحسن استماعكم.